بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ربنا يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ومفيش أحلى ولا أجمل ولا أعظم ولا أسعد من أيام شهر رمضان اللي المفروض الناس تفرح بيه وتستقبلها خير استقبال. الاستقبال العظيم لشهر رمضان والفرحة به، سواء كنت مثلا هتعلق زينة أو تعمل أي حاجة أو أي مظهر يدل على أنك فرحان وسعيد بأيام شهر رمضان، ده شيء عظيم وليه أجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنه فرحة بأيامه المباركة. طبعا دي يجي طبعا بعد إتقان الصيام وبعد إتمام العبادات وكثرة قيام الليل وكثرة قراءة القرآن. دي كل أمور طبعا مفروغ منها، والإنسان لازم ياخد باله منها ويسيبه شوية من البرامج والمسلسلات والكلام ده. بس أنا بتكلم عن إنه الفرحة دي شيء عظيم وشيء الإنسان يؤجر عليه ويثاب عليه. وكلامي للمشايخ اللي بيحبوا يمسكوا الحديدة في المساجد وفي المناسبات، يعني في شهر رمضان الفضيل خفوا شوية عن الناس، خفوا الضغط النفسي عن الناس في إطلاق البدع والفسق والفجور على أي شيء يعملوه، وتلاهوا شوية في الجمعيات اللي انتوا هتلموا من وراء فلوس في شهر رمضان الفضيل، وتلاهوا شوية في المرتبات اللي هتاخدوها من وراء الإمامة في صلاة التراويح في المساجد والكلام ده، وسيبوا الناس في حالها وخلوا الناس تفرح بشهر رمضان. ولو حبيتوا تتكلموا عن النفحات الكريمة اللي بتبقى في الشهر الكريم، وتكلموا عن الأمور العظيمة اللي الناس ممكن تعملها في شهر رمضان من طاعات أو عبادات. وفي الآخر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان إن شاء الله النهارده الرؤيا يعني، وأن يرحم الذين لم يبلغهم الله شهر رمضان رحمة واسعة، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات، وأن يجعل شهر رمضان سبحانه وتعالى لنا في طاعة لا في معصية.